اللحمة الباردة من أحلى الأطباق اللي ممكن تقدميها في العزومات، وخصوصا في عزومات رمضان. بتبقى طعمها تحفة ومنظر شياكة جدا على السفرة. هجيب العرق بتاعي وابتدي كده نشيل منه أي دهون أو أي شغط زي ما بيقولوا كده عليه. هجيب بقى خيط دبار وابتدي إن أنا أربطه. أنا ما بعرفش أربطه يا جماعة والله، بس أنا حاولت زي ما انتم ما شايفين كده. حاولت على قد ما أقدر. على فكرة في جزارين بيبيعوه متربط جاهز يعني، بس أنا جوزي جابولي مش متربط. فالجيش بيقولك اتصرف، انا حاولت اتصرف على قد ما اقدر. حزمته، شايفين حزمته بمعنى حزمته. والله ما عندكيش الخيط الدبار ومش عارفه تربطيه، ما تربطيهوش، مش هيقول عني يعني، بس حاولي. بعد كده نعمل اخرام ونحط كده في كل خرم فص من توم صغير او فلفل اسود حب. بصوا من ورا ومن قدام كده، حطوا على قد ما تقدروا. بعد كده احط عليه ملح وفلفل اسود وكزبره، واعمل له مساج من فوق ومن تحت. مسجيه، دلعيه، احنا ما بنجيبوش كل يوم، ده ملك العزومات، هو رخيص. نجيب بقى حتة من الزبدة وشوية من الزيت ونديله صدمة، صدمة بلون كده. في نفس الزيت والزبدة ننزل بشوية من البصل جوليان وشوية من الثوم وشوية من الجزر، ممكن تستغني عن الجزر، وطماطمية كده متقطعة صغير، ونحط عليهم ملح وفلفل اسود وكزبرة، مش اكتر من كده. نص الخلطة نحطها في الصينية، والنص التاني على العرق بتاعنا من فوق. كوبايتين كده من المية ونغطيها بورق زبدة وورق فويل وندخلها الفرن لغاية لما يستوي. بعد كده وهو لسه سخن نقصقص الخيط لو كنت خيطتيه، وبعد كده نلفه في ورق زبدة وفي ورق فويل ونسيبه لغاية لما يبرد. نفرم بقى الخضار بتاعنا بالهاند بلندر أو بالخلاط. معلقة من الزبدة، معلقة من الزيت، ومعلقة من الدقيق لغاية لما تاخد لون ذهبي، وننزل بالخضار اللي احنا فرمناه. مش هنحط اي حاجه، لا ملح ولا اي حاجه، ونسيبه بقى لغايه لما يتقل. القوام بقى بتاعه، عايزه تخفيه عايزه تقليه براحتك خالص. اللحم بعد ما بردت نبتدي بقى ان احنا نقطعها شرايح تخينه شرايح رفيعه، دي حاجه بتاعتك، دي حاجه ترجع لك انت. بعد كده نقدمها مع الصوص، او ممكن نقدم الصوص في طبق جانبي. والف عافية.